كان يا مكان في المغرب في أعماق جبال الريف وجدت عين مائية صافية كالكريستال يسميها الناس عين الأفعى. يروى أن من يشرب من مائها تتغير حياته إلى الأبد، فمنهم من نال ثروة وسعادة، ومنهم من جلبت له النحس والمصائب. الأسطورة تقول إن روح أفعى عظيمة تحرس العين منذ قرون، بعد أن حبستها ساحرة قديمة في أعماق الصخور لتكون حارسة لسر لا يعرفه إلا القليل. ذات يوم جاء شاب عطشان من رحلة طويلة، شرب من ماء العين فبدأت له أحلام غريبة ورؤى عن مستقبل لم يأتي بعد، ومنذ ذلك الحين لم يعد كما كان. وهكذا بقيت عين الأفعى لغزا بين من يراها نعمة ومن يراها لعنة. ليست كل الهدايا من القدر بلا ثمن، وبعض الأسرار الأفضل أن تبقى مخفية. تابعونا في الحلقات القادمة من كان يا مكان في المغرب، حكايات بين الأسطورة والحقيقة من تراثنا المغربي.